عمرك قابلت الصديق اللي كل شوية ماسك الموبايل ويمسح الكاش كأنه روتين صباحي؟ يقولك أنا بمسحه كل 6 ساعات، الموبايل بيبقى زي الجديد. يا صاحبي، موبايلك مش بيبقى جديد، ده بيبقى كأنه جاله فقدان ذاكرة. انت فاكر ايه اللي بيحصل؟ انت فاكر ان مسح الكاش يسرع الموبايل، يفضي مساحة، يحسن البطارية، يمسح التتبع ويرجع الموبايل كأنه خارج من المصنع، وكأن الموبايل بيقولك تسلم يا باشا، أخيرا ريحتني. بس الحقيقة الموبايل بيقول تمام، كده هعيد تحميل كل حاجة من أول وجديد. خليك فاهم، مسح الكاش مش تنظيف. مسح الكاش مش تنظيف للموبايل، ده زي واحد رمى التلاجة علشان يشتري الأكل من جديد كل مرة. الكاش معمول أصلا عشان يسرع الموبايل، وانت لما تمسحه الموبايل يبنيه تاني فورا. يعني ايه كاش أصلا؟ الكاش هو ملفات مؤقتة التطبيقات بتعملها عشان تفتح أسرع. مثلا انستجرام بيحفظ صور مصغرة للحاجات اللي شفتها، يوتيوب بيحفظ أجزاء من الفيديوهات وشكل الصفحة، كروم بيخزن لوجوهات المواقع والصور والتصميم. الحاجات دي مش بياناتك الشخصية، مش خطر ومش تجسس. اللي بيحصل لما تمسحه كتير، الموبايل يضطر يعيد تحميل نفس الصور، يعيد بناء نفس الأكواد، يرتب شكل التطبيقات من أول وجديد. وده معناه بطارية أكتر، وقت أكتر، إنترنت أكتر. طب ليه بتحس إنه اتحسن؟ في سببين. واحد، تحسن مؤقت، لو الكاش كان قديم أو بايظ التطبيق يرجع نظيف شوية فتحس بسلاسة بس الفترة قصيرة. اتنين، إحساس وهمي بالإنجاز، تشوف مساحة فاضية تحس إنك عملت إنجاز كبير، وبعد يومين المساحة ترجع، زي اللي ينزل وزن عشان شال الجاكيت. حاجات مسح الكاش مش بيعملها. مسح الكاش مش بيمسح التتبع، مش بيخرجك من الحسابات، مش بيعالج فيروسات، مش بيحسن الرام، مش بيوقف الإعلانات، مش بيحسن البطارية على المدى الطويل. المشكلة الحقيقية عندك تطبيقات كتير شغالة في الخلفية، مش الكاش. امتى تمسح الكاش فعلا؟ امسحه بس لو تطبيق بايظ، المساحة وصلت لمرحلة حرجة، موقع مش راضي يفتح صح، تحديث نزل غلط. مسح الكاش أداة إصلاح مش عادة يومية. الخلاصة، مسح الكاش كل يوم زي واحد بيطلي بيته كل ما يشوف شوية تراب. موبايلك مش محتاج ديتوكس، محتاج منك بس تبطل تمسح ذاكرته كل صباح.